السلام عليكم. الجولة السابعة وأهم الأحداث الفنية والتكتيكية. فوز الشباب والرجوع لسكة الانتصارات. من الواضح فيه تركيز كبير من المدرب واللعيبة، وتعادل الهلال المخيب والكوارث الفنية. جيسوس أبدا مو قادر يخلق توليفة جيدة مع نيمار. وفوز الاتحاد والانتصارات المتتالية. مدرب الاتحاد عنده مرونة تكتيكية وقادر يلعب بأكثر من رسم تكتيكي في مجريات المباراة. والأهم الفوز، وأهم حدث كلاسيكو النصر والأهلي، وفوز النصر بهدوء واكتساح. صح المباراة انتهت ب4-3، لكن النصر كان أفضل في كل شيء. حلقة مهمة، وبإذن الله حلقة ثناء على إعجابكم ورضاكم. لا أوصيك يا حبيب قلبي بالاشتراك في القناة، ولا تحرمنا من اللايك لانتشار المقطع لأكبر عدد ممكن، والأهم تعطيني تعليقك ووجهة نظرك في سبب فوز ناديك أو التعادل أو الخسارة. وصلي على سيد البشر حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم عليه. الشباب يا الشباب، على الرغم من التخبط الإداري والفني في بداية الموسم، إلا أن الشباب قدر يعود لسكة الانتصارات والاستقرار الإداري والفني، والأهم تصحيح الوضع للأفضل. الشباب قدر يفوز بهدوء، لاحظنا الهدوء في الملعب، تصعيد الكرة كان ممتاز، ولاحظنا تقارب في الخطوط. بالمجمل الشباب لعب مباراة كبيرة، بغض النظر عن الفوارق اللي بين الفريقين. لما نشوف كل فكرة وكل تصعيدة بالكرة وتنوع اللعب وكسر الخطوط، تحصل بانيجا يقوم بهذه الأدوار. كان يصعد الأظهرة ويتحكم بالرتم في الملعب. ما ننسى أنه بانيجا قدر يسجل هدفين ويصنع هدف، وشفنا كاراسكو سجل هدف وصنع هدف. شيء كبير اللي سواه الشباب، شيء كبير اللي سواه الشباب في هذه المباراة، وكان ممكن ينتصر بنتيجة أكبر. اللي عجبني في الشباب التحرك بدون كورة وترابط الخطوط. ألف ألف مبروك الانتصار المهم، والأهم الاستمرارية في الانتصارات. نجيب الهلال اللي ضمك مرمط عيشة لعيبة الهلال. لعيبة ضمك كانوا متفوقين على الهلال فنيا وتكتيكيا وذهنيا وفي الصراعات البدنية واللياقية، واكتسحوا الهلال. جيسوس لعب بنفس الأفكار، لكن بغض النظر مين اللي لعب في وسط الملعب ومين كان في الدكة، الهلال باهت. ما في أداء في الملعب، تباعد كبير في الخطوط، في فجوة فنية كبيرة بين المدرب واللعيبة، لا في صناعة اللعب ولا في صناعة الفرص. أداء سيء بكل معنى الكلمة. أفكار جيسوس تصعيد الكرة لمنطقة الخصم، والصعود بثمانية لعيبة خلف الكرة، والاستحواذ على الكرة إلين أسجل بأي شكل من الأشكال. المشكلة إذا انقطعت الكرة، الضغط العكسي سيء، وضمك كان ممتاز في التحول السريع. والمشكلة في حال انقطعت الكرة من الخصم وصارت مرتدة أو أي مرتدة ضد الهلال، فتأكد بأنها هدف أو هجمة خطيرة، والسبب الضغط العكسي مو هو جيد، والعودة بطيئة جدا. في تباعد في خطوط الدفاع، تباعد مخيف كارثي. نجيب هدف ضمك، كيف تخلي ياسر يوقف في حيطة؟ واضح ان ياسر باقي متأثر بالإصابة اللي صارت في كأس العالم، والحارس برضو ما تعامل مع الكرة بشكل جيد، مع انه بونو كان يعتبر من نجم الهلال في اللقاء. والأدهى والأمر ان بونو دائما في أكثر من مباراة يكون هو نجم الفريق. وهنا يوضح لك شيء واحد، ان في فجوة فنية كبيرة في الهلال وتباعد في الخطوط كارثي. هارد لك للهلال هذا الأداء السيء، وأتمنى من جيسوس يغير من الأفكار ويشتغل على الجوانب الدفاعية وتباعد الخطوط. نجيب الاتحاد، نونو سانتو خش الجيم ب3-5-2، لكن نونو سانتو مرن في المباريات، يطبق أكثر من رسم تكتيكي في المباراة الواحدة. فجأة تحس إنه يلعب ب4-3-3، فجأة يغير إلى 3-4-3، واللعيبة يطبقوا الأفكار بحذافيرها. فريق الفتح دائما يسحبك في ملعبه عشان يعمل عليك التحول والارتداد، أو يوصل الكرة للأطراف وبالذات إلى باتنا. لكن اللي سواه نونو سانتي في موضوع باتنا شيء مبهر للأمانة. وظف مهند الشنقيطي في الجهة اليسار، والسبب باتنا أخطر لاعب في فريق الفتح ويلعب بالقدمين. وظف مهند الشنقيطي في نفس الطرف، لأن مهند الشنقيطي يلعب بالقدم وقوي دفاعيا. إذا أخذته لطرف الملعب أو لداخل الملعب يلعب بالقدمين وبيصعب عليك المراوغة. وبرضه مهند سريع وقوي، 1-على-1 عالي جدا، وقدر يحد من خطورة باتنا بشكل كبير. كان الاتحاد يفتقد لهمزة الوصل اللي ينقل الكرة من الثلث الأول للثلث الأخير. كورنادو غير موجود، مصاب. نتكلم عن كريم وحمد الله غير موجودين أيضا.
لعب بالاحتياط وقدر ياخذ النتيجة ويفوز. اللي سواه نونو سانتو حرم الفتح انه يعمل عليها التحول والارتداد. اذا صعد الاتحاد بالكرة لملعب الفتح، اذا انقطعت الكرة دائما تحصل ضغط عالي وتنظيم دفاعي في الخلف. حرمهم من التحول الا في لحظات وجزئيات بسيطة. وبرضه حرم لعيبة وسط الفتح من الربط مع باتنا ومع الثلث الهجومي بسبب الضغط العكسي. حتى باتنا ما قدر يربط مع مهاجمي الفتح بسبب مهند وبسبب الضغط المتوسط. نونو سانتو سوى شيء غير معتاد، وظف كانتي مكان كورنادو في حالة البناء. كان يصعد الكرة للثلث الهجومي، كان يتحكم بالرتم، يوزع اللعب وينقل اللعب للأطراف. كانتي لعب مباراة عظيمة، وإذا افتك الفتح الكرة تشوف كمية ركض من كانتي ويقفل المساحات. ما شاء الله كانتي تشوفها في كل مكان في الملعب. رئة الاتحاد بكل معنى الكلمة. تخيل معي أهداف الاتحاد دائما تكون من ضغط عكسي وافتكاك ثم هدف. نونو سانتو اللي قدر يسويه مع الاتحاد شيء عظيم. ألف مبروك الفوز للاتحاد وجمهوره، وهارد لك لنادي ضمك. تخيل معي يا حبيب قلبي لاعب عمره 38 سنة وداخل على 39 سنة يكون هداف الدوري ب9 أهداف، والأكثر صناعة للأهداف ب4 أهداف. مساهم في 13 هدف في 7 مباريات. ضد الأهلي ساهم في 3 أهداف. الأسطورة الدون كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في التاريخ. هذا كل التاريخ. الدون مدرسة لازم كل لعيبة كرة القدم يتعلمون منه. أعظم لاعب في تاريخ الكورة. أتعبت من قبلك ومن بعدك يا أسطورة. نجيب الأهلي ومدرب الأهلي اللي من الواضح افتقد الجودة، بحكم أن جودة لعيبة النصر أفضل من جودة لعيبة الأهلي. وهذا اللي صار في الملعب. لعب مدرب الأهلي ب4-3-3، نفس الأفكار اللي لعب فيها ضد التعاون، بثلاثي في خط الوسط، المجحد وكيسيه وفيجا. المجحد في عمق الملعب كقاطع كرات، وكيسيه وفيجا أمام المجحد، واللي كان يقوم بالأدوار الدفاعية مع الأظهرة كيسيه وفيجا. أبدا ماكسيمان ومحرز ما كانوا يدافعون، وكان مطلوب منهم الأدوار الهجومية، وهذه مشكلة كبيرة جدا. مدرب النصر دخل المباراة ب4-3-3. اللي تغير رجع تاليسكا ولعب مكان غريب وقدر ينجح ويسجل هدفين. من وجهة نظري مشكلة مدرب الأهلي ما احترم وسط النصر بالشكل المطلوب. كيف راحت عليك يا مدرب الأهلي هذه المعلومة؟ النصر أفضل فريق حاليا في الدوري، قادر يخرج الكرة ضد أي فريق في الدوري. متخيل معي الأهلي في 3 مباريات مستقبل 11 هدف، دفاعيا كارثي. مشكلة الأهلي كانت وين؟ كانت في تباعد الخطوط، الضغط العالي ضد فريق وسطه يعتبر أقوى وسط في الدوري. أفضل فريق يطلع الكرة بالضغط وبسهولة وسلاسة، لو ايش ما تضغط يطلع الكرة. دفاع الأهلي للأمانة علامة استفهام. وفي نقطة مهمة أخطأ فيها مدرب الأهلي، الظهير اليسار اللي لعب كان واضح انه يلعب بالقدم اليمنى، ولاعب صغير في العمر وما هو متمرس في الجهة اليسار، وضد لاعب عالي جدا مثل تاليسكا مرمط الولد ذا. نجيب النصر اللي كان متفوق في كل شيء. كاسترو تفوق في كل شيء في الملعب. لعب النصر ب4-3-3، وفكرة كاسترو كانت في اوتافيو، لعبوا خلف المهاجم لكن ما هو بالشكل المعهود. لا شفناه كان يميل للجهة اليمين عشان يسبب فجوة بين الظهير وقلوب الدفاع، وكان المدافعين ينسحبوا معاه للجهة اليمين في حال إذا طلع كريستيانو للطرف الأيسر عشان لعيبة الوسط يقدروا يهاجموا المساحات. وتفوق كاسترو في هذا الأمر. النصر كيف فاز؟ النصر كان الأفضل في الضغط، كان الأفضل في مهاجمة المساحات، كان الأفضل في وسط الملعب، والدوم كان نجم المباراة بدون منازع في ظل وجود كمية النجوم اللي في المباراة. لكن كريستيانو حجمهم كلهم وفي عمره 38 سنة. مدرسة يا كريس، أنت مدرس لازم لعيبة العالم يتعلموا منك. وتاليسكا مهما غاب عن المباريات إلا إنه إذا رجع ولعب لازم يكون عنده بصمة، وهذا يبين لك إنه نجم كبير ولاعب مهم جدا ويقدر يحدث الفرق في أي وقت وفي أي مباراة. ألف مبروك للنصر هذا الانتصار المهم. هارد لك للأهلي. مدرب الأهلي راجع أفكارك في فكرة الضغط وتباعد خط الوسط في العمق. إذا عجبتك الحلقة يا حبيب قلبي وحاب تعطينا دعمك لتطوير المحتوى للأفضل، لا تحرمنا من اللايك والاشتراك والشير للحلقة، والأهم تفعيل الجرس ليوصلك كل مقطع جديد. والسلام عليكم.